مالك يا زعلان في ايه؟ عشان جعفر هيمسك بلال شام والمسلسل هيبوظ. لا مش هيمسكه. ازاي؟ ده واقف على الباب وشافه. اسمع، انا هحكي لك. جعفر هيشوف بلال شامة وهيقوم يجري وراه. هيروح سيف ماسك في جعفر ويقول له: في يا معلم بتجري وراه ليه؟ بتجري ليه ورا جريبي؟ زي ما امه فهمته. هنا هيكون بلال شامة طبعا جري على السلم لتحت. طبعا جعفر هيجري وراه بس بعد ما يخلص من سيف، وهيقول له: سيبني يا سيف دلوقتي هبقى افهمك بعدين. يقول له: لا فهمني دلوقتي. يقول له: يا عم سيبني، ده بلال شامة اللي انا بجري وراه اللي يعرف طريق ابني. فهنا هيجري وراه هو وسيف. طبعا هنا المخرج لازم يدخل حاجه، يعني مثلا بلال شامة هو ونازل يبص يلاقي عربيه ودي بتجري معديه، يكون هو ايه؟ يركب فيها. انتوا عارفين المخرجين ودي شفناها في كذا لقطه. فطبعا اول ما ينزل بلال شامة من على السلم جري هيروح يلاقي عربيه معديه يروح راكب فيها. طبعا هنا هيجي دور جعفر. جعفر طبعا بيجري وراه، هيجري عشان يحصله، العربيه تكون عدت بسرعه فمش هيلحق. طبعا جعفر هنا هيضطر يرجع عشان خاطر يجيب عربيته. فيبص في جيبه يدور ما يلاقيش ايه؟ المفتاح. ليه؟ لان هو نزل بسرعه والمفتاح كان قاعد فين؟ فوق في الشقه. طبعا هنا هيزعل وهيكون بلال شامة جري وخلاص اختفى من قدامه. تصدق ممكن ده لازم يحصل، لان لو جعفر مسك بلال شامة المسلسل هيبوظ وهيبقى بايخ ومحدش هيتفرج عليه اصلا باقي الحلقات اللي فاضله. وطبعا هنا يجي دور سيف بقى. وماله سيف؟ ازاي؟ مش هو جابله زمان وامه قالت له ان ده قريبك وقريبنا من بعيد وانا بعطف عليه وبحن عليه والجو اللي انتوا سمعتوه ده؟ فعلا حصل. طبعا هنا سيف هيشك في الحوارات اللي كانت بتعملها امه، وكانت بتقعد تحكي له وتحور له كل ما يجي يسألها: انت تعرفي ابويا؟ قولي لي مين ابويا. فهي تقعد تحور له. فهنا هيشك طبعا. ليه؟ لان هو قابل بلال شامة قبل كده واداله فلوس وهو قال له: انا اسمي تامر. ولما جت امه نزلت وراه بسرعه ملهوف عليه من فوق. فامه بتساله بتقول له: قال لك ايه؟ فبيقول لها: قولي لي مين ده. فطبعا هنا هي بتقول له اسم تاني مختلف، فهو راح قال لها: لا ما حصلش، ده هو اسمه تامر، قولي لي مين. وحتى شك فيها وقال لها: انت ممكن تكوني خنتي ابويا قبل كده، تعرفي يعني مين ابويا وكده. فطبعا هنا هي ضربته بالقلم زي ما انتوا فاكرين. فهنا هيقعد بقى مع نفسه ويقعد يفكر: طب يا ترى جعفر ده طبعا بيدور على بلال شام، وده بلال شام اللي انا قابلته وامي قالت لي ان ده واحد قريبي. وانا كنت زمان لما كنت اقعد افكر اقول لها فين ابويا واجيب جعفر صاحبي البيت تقعد تتخانق معانا وما كانتش طايقاه. يا ترى يا ربي ممكن يكون جعفر هو ابويا؟ فطبعا هنا سيف هيقعد يفكر ويودي ويجيب لغايه ما هيتعب ونفسيته هتتعبه جامد. وطبعا جعفر التاني هيقعد يفكر: طب ايه اللي موديه عند سيف ويعرف سيف منين؟ وطبعا هنا يقعد يحكوا مع بعض: انت تعرفه منين؟ ما تعرفوش. انا اعتقد ان سيف مش هيرضى يقول له عشان خاطر امه وعشان خاطر ما تحصلش مشاكل. وطبعا المخرج هيجيب لنا دور شوقي هيروح يهدد اخته ويقول لها: لو ما قلتليش الاخبار بتاعت جعفر انا هوري له الصوره بتاعتك انت وبلال شامة. طبعا هو مصورها زي ما انتوا عارفين. فيجي هنا دورها لازم تقول له الاخبار، لان لو ما قالتلوش هو هيروح يقول لجعفر. فهي خايفه طبعا ان جعفر يموتها. وبعدين الشغاله اللي كانت بتبلغهم كل الاخبار خلاص مشوها، فلازم هي تقوم بالدور ده. وطبعا كالعاده المخرج هيجيب لنا دور بتاع سيد وهو وزعلان انه هو اتهان ومش لاقي حد يجيب له حقه، واخوه طلع طبعا من السجن وما جابلوش حقه زي ما هو كان مستني. الله ينور عليك يابا. يا ريت يا جماعه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانتظروا باقي الحلقات بتاعه مسلسل جعفر.